ازيكم؟ النهاردة حلقتنا مختلفة لأنها بداية لسلسلة حلقات عن واحد من الشوارع الأثرية الكبيرة المليانة بالمعالم المصرية على اختلاف عصورها. منطقة بين القصرين المعروفة بشارع المعز لدين الله. أول معلم هناخدكم ليه هو مجموعة السلطان المنصور سيف الدين بن قلاوون، واحد من أشهر سلاطين المماليك اللي حكموا مصر. كان عصره بداية ظهور طراز معماري فريد اتعرف باسم المجمعات المعمارية اللي بتظهر بوضوح في مجموعته، اللي بتتكون من ضريح ومدرسة وبيمارستان. من هنا بندخل الضريح المدفون فيه السلطان المنصور، واللي توفى في قلعة الجبل في القاهرة يوم 27 ذي القعدة سنة 689 هجرية، وابنه الناصر محمد. المكان مميز وفخم زي ما انتم شايفين، بيجمع بين أكتر من فن معماري زي الفارسي والفرعوني والإسلامي كمان، وده بيظهر في الأعمدة والرخام والنقوش المختلفة الموجودة حوالين الضريح. اللي قدامنا دلوقتي محراب الضريح، اللي بيعتبر من أفخم وأكبر المحاريب في آثار مصر. أما فوق الضريح بنلاقي قبة، واللي اتشبهت بقبة الصخرة في القدس الشريف. كمان بتحتوي جدران الضريح على زخارف إسلامية بالرخام ومطعمة بالصدف، وبتعتبر من أبدع أعمال الرخام في الآثار الإسلامية. واحنا خارجين من الضريح بنشوف ساحة اسمها المقعد أو صالة الاجتماعات بلغتنا دلوقتي، واللي موجود فيها مكت للمكان. من هنا بندخل لتاني حاجة في المجموعة، وهي البيمارستان، اللي هي دار استشفاء نفسي، ومكونة زي ما احنا شايفين من عدة غرف متجاورة ومتقابلة. في وسطهم مكان فارغ كان قبل كده نافورة، وكانت متصلة بمجرى مائي اتعملت بتوصية من السلطان المنصور، اللي كان عنده تصور بأن صوت خرير الماء بيصنع حالة من السلام النفسي للمرضى، يعني بديل للمزيكا اللي الطب النفسي أثبت إنها فعلا بتعمل حالة هدوء. وده بيأكد إن السلطان المنصور كان سابق عصره. وزي ما واضح قدامنا دلوقتي، الغرف حالياً فاضية تماماً، مفيش إلا غرفة واحدة موجود فيها المكتبة اللي بتضم بعض الصور والأوراق الخاصة بالعلاج والطب النفسي في الوقت ده. ثالث وآخر معلم في مجموعة السلطان المنصور سيف الدين بن قلاوون هي مدرسته، اللي بندخل لها من هنا، وهي شديدة الشبه بمدرسة السلطان حسن اللي اتكلمنا عنها قبل كده، وهي واخدة نفس طراز المساجد لأن فيها 4 إيوانات، وكان بيتدرس فيها المذاهب ال4. وكان إيوان القبلة اللي هو أكبر الإيوانات وأهمها لإقامة الصلاة فيه من نصيب مدرسة الشافعية، وموجود فيه المحراب الرخامي اللي بيتضح فيه روعة الفن الإسلامي، والمنبر الخشبي اللي فيه نقوش إسلامية غاية في الدقة والجمال. أما اللي قدامنا دلوقتي ده فكان بير المية اللي بيتوضأ وبيشرب منه طلاب العلم في أوقات الصلاة. هو دلوقتي اتردم، لكنه مازال مكان للوضوء.
وبكده تكون خلصت رحلتنا. استنونا في رحلة جديدة لمعلم جديد من معالم مصر.